أعلن عن استضافة نادي مدينتي لبطولة العالم للسيدات لفرق الاسكواش. بنشكر مؤسسة هشام طلعت مصطفى بصفة عامة كشريك استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، وأيضا دورها في التطوير الرياضي المهم الكبير. الحقيقة احنا سعداء جدا باستضافة البطولة دي في مدينتي، كأس العالم للسكواش للسيدات. يمكن ما جاش مصر من 2008 2009، إلى جانب ان هو تأجل في وقت الفترة بتاعت الكورونا. لما أعلن ان كأس العالم للسيدات للسكواش هيجي مصر، يعني احنا وعرضوا علينا الفكرة ان احنا نستضيفه في مدينتي، في نادي مدينتي. الحقيقة احنا رحبنا جدا بالموضوع ده، وسعداء جدا ان احنا بنستضيف حدث دولي زي ده عندنا في النادي. يعني احنا مستعدين لهذه البطولة، احنا مستعد ليها بقالنا اكتر من سنة. وجي الاتحاد الدولي زارنا، رئيس الاتحاد الدولي والرئيس التنفيذي، علشان يشوف الامكانيات. البنية التحتية بتاعت نادي مدينتي بتخلينا نقول ان ده نادي عالمي، لانه حوالي 200 فدان، اتكون منه دلوقتي اكتر من 100 فدان، وال100 فدان التانيين ان شاء الله في خلال سنتين. احنا كل تفكيرنا ان احنا بنبص على اساس ان احنا ان شاء الله نقدر نخش من خلال مجموعة طلعت مصطفى، نقدر نخش بناس او لعيبه على مستوى اولمبي، لان الامكانيات اللي موجوده في طلعت مصطفى امكانيات عاليه جدا بتأهلنا ان احنا نستضيف بطولات عالميه ونطلع ابطال عالميين ان شاء الله. Well, we know we are the World Squash Federation, like any international federation. We have process, so we send a documentation to all our member nations, and some nations are interested in hosting the event because they have the capacity, they have the willingness, they have the support of sponsors. So Egyptian Squash Federation, with Mr. Hassan, said we'd like to organize the Women's World Team in 2022. So we discussed with the Egyptian Federation and we find an agreement to host the event in the Madianati Club with the strong support of TMG. هي مصر بتشارك بفريق أربع لاعبات. نتوقع إن شاء الله إن المنتخب المصري يوصل للنهائيات. والحقيقة إن إحنا عندنا طموح إن أندية مجموعة طلعت مصطفى بما فيها من إمكانيات متميزة تكون ملتقى دائم للبطولات العالمية. It's a brilliant penalty, absolutely faultless.